ليه طه حسين كان بيحب البليله؟ انا مالي يا ريس، ما يحبها ولا ما يحبهاش؟ ده سؤال تساله لي لما ابقى داخل انترفيو في بلبن، مش امتحان لاخر السنه. ومع وصولك لمرحله الثانويه العامه بتتحول احلامك من كليات الطب والهندسه، ليه يا رب ادخل معهد لو فني شطافات حتى بس يكون في نفس المحافظه بتاعتي. ومن هنا بتبدا مشاركتك انت شخصيا في تعاستك المستقبليه. انا كنت حقاني معاك وقلت لك انك ضحيه، بس انت دلوقتي كنت كبرت كفايه لانك المفروض تختار وتعرف انت عايز ايه قبل ما تسيب نفسك لمكتب التنسيق ويدولك مغري. انت كنت ضحيه تربيه غلط وتعليم فاشل، بس انت كمان حبيت الموضوع، وكنت كل ما يجي السؤال بتاع لما اكبر هشتغل ايه او هعمل ايه بيجي في دماغك بتهرب منه بجمله يا عم لسه بدري، اشغل دماغي من دلوقتي ليه لما يجي وقتها بقى. معلومه بسيطه بس، تفكيرك في نجاحك ومستقبلك ملوش اي علاقه بانك تدخل ادبي ولا علم. انت لو هدفك انك تعمل ورشه لصناعه رمان البيل هتعملها وهتنجح، لو حطيتها قدامك كده وده هدفك هتوصل. اعذرني بقى لو كنا